ليه مبابي ووالدته كانوا حاضرين في ماتش المغرب ومالي، وكمان كان لابس قميص اشرف حكيمي. لسه ابو الكباتن ماتش المغرب ومالي هيبدا، والجمهور كله اتفاجئ بمبابي موجود في المدرجات من الشاشه، موجود في الملعب بالرباط، وكمان مرتدي قميص اشرف حكيمي في المنتخب. لا وكمان يا ابو الكباتن بيتفاعل مع كل كوره كانه مغربي بالظبط. واحد هيقول لي طب ايه السبب يا عم مكه؟ كيليان مبابي ابو الكباتن جه علشان يدعم صحابه. ايه صحابه؟ مين صحابه؟ اشرف حكيمي زميله السابق في باريس سان جيرمان، وكمان بيدعم ابراهيم دياز زميله الحالي في ريال مدريد. الماتش ابو الكباتن كان ناري، رايح جاي، هجمه هنا وهجمه هنا، وابراهيم دياز بفضل تحركاته ومهارته المرعبه ما شاء الله قدر ان هو ياخد ركله الجزاء. بس المره دي قال لهم لا ما فيش حد هيشوطها زي المره اللي فاتت، سيبوني انا اللي اشوطها. وبالفعل ابو الكباتن بيدخل ينفذها ويسجلها، وهو كان ابرز لاعبي منتخب المغرب. وتيجي الدقيقه 62 من المباراه والحكم يحسب بنالتي المالي، وفعلا بيسجلوها وتبقى النتيجه 1-1 وبتشتعل المباراه. وفعلا يا ابو الكباتن بتنتهي المباراه بالتعادل 1-1، ومنتخب المغرب رغم التعادل الا انه فضل متصدر المجموعه.